السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين محمد عراقي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات، وحلقة جديدة واشتعال شديد في السوشيال ميديا بعد المغامرة التي قامت بها الأخت فوزية في تركيا وفتح النار على كل القنوات النقد. عايز اقول لك ان السوشيال ميديا كلها متدمره وتدمير شامل والله، وبتكلم بجد ومش ببالغ. بس طبعا قبل ما هتكلم في اي حاجه طبعا لازم ناخد الحسنه الوحيده اللي بناخدها في الفيديو كالعاده، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السوشيال ميديا اليومين دولت متدمره تدمير شامل. يعني ايه متدمره؟ يعني عايز اقول لك قنوات كلها فاتحه النيران على الاخت فوزيه. ليه؟ لانها طلعت واتكلمت وقالت حاجات كتير قوي مهمه، وما كانش محدش كان متخيل ان حد يطلع ويقولها ويفضح الدنيا زي ما بيقولوا. طبعا انقلاب قنوات شديده وبالذات قنوات المعارضه طبعا اللي مغتربه في فرنسا طلعوا وقلبين الدنيا كلها على فوزيه بالسب والقذف، وده يعني حدث ولا حرج بالكلام الكتير اللي الواحد سمعه، وكلام شديد جدا جدا. وبجد حاجه محزنه جدا جدا. مهما ان احنا نتفق او نختلف او ان احنا مش غير متوافقين مع بعض، عيب ان احنا نطلع ونهين بعض ونشتم بعض ونهين بعض. لا بجد حاجه بجد في قمه، يعني عايز اقول لك ايه، مش عارف هقول بجد. الواحد جواه كلام كتير قوي حابب ان هو يقوله بس مش قادر يقوله احتراما للناس المحترمين المتابعين اللي بيسمعونا. مش واحد مش حابب ان هو بجد يوسخ ودانهم. خليهم يعني خلي ودانهم كده بتسمع الحاجه الكويسه دايما. المهم، شتيمه رهيبه رهيبه على الاخت فوزيه، مع ان هي لو اتفقت معاكم او اختلفت ما ينفعش ان احنا نطلع ونسب ونقصف ونعمل، بس دي حاجه طبيعيه اليومين دولت ودي حاجه شغاله. الغريب بقى في الموضوع ده كله ودي اللي لفت انتباهي بجد، اتحاد جميع قنوات النقد كلها بالاجماع انه كله يطلع ويهاجم فوزيه. خلاص نهدى شويه على مغتربه، نهاجم فوزيه اللي انقلبت عليهم، ودي حاجه بجد محزنه جدا جدا. ما ينفعش ان احنا بنقول كلمه فخلاص انا عشان معارض للشيء ده او عارضت حاجه زي كده اطلع واتهان واتسب وقصف. غير مقبول بالمره، كلام ما ينفعش ان هو يتقال. حاجه يعني بجد لايفات كتيره متعدده. يعني انا بجد يعني مش قادر اقول لك مثلا دي قناه بعينها طلعت، ده قناتين طلع بعينهم طلعوا اكتر من كذا قناه، وكله هجوم على الاخت فوزيه. الغريب في الموضوع ده ان انا طبعا كنت بتفرج على قناه الاخت جاكي طالعه وبتتكلم في التعليق وبتقول قولوا ان انا ايه، يعني حد يحلف ان انا مش عبير او حد انتوا ايه، عايز اقول لكم ايه، عايزه تقول ان هي مش عبير. كنت انت عبير او غير عبير او ايا كان الشخص مش هنختلف كتير. مش هي دي المشكله. المشكله مش في جاكي او مشكله في عبير او المشكله نفسها ان احنا ما بقناش نحترم بعض. ما بقناش ان احنا كل واحد فينا عنده استعداد يسمع كلمه التاني، ما عندناش ان كل واحد يتكلم باحترام عن التاني للاسف الشديد. كتير جاكي غلطت فيا وكتير اتكلمت عني، بس في نفس الوقت اطلع وارد عليها بكل ادب واحترام. مش عشان انا مش قادر ارد عليها، لا، علشان انا لو رديت عليها هبنزل لمستوى انا مش حابب ان انا انزل له. طبعا دخول الاخت بتاع باريس لما دخلت في قناه دلوقتي في لايف وكده، سمعت كلام ما تخيلهوش. ما بجد بمعنى والله اللي انا بقوله لكم دي حقيقه، كلام ما تخيلوش. شتيمه بالشين والسين والصاد واللم وكل اللي قلبك يحبه من الشتام اللي ممكن الودان بجد تحزن لما تسمعها، سمعتها في لايف. ودي ما حاجه ما كنتش احبها تطلع من اي حد، لان كله بجد بيقلل من سمعتنا للاسف الشديد، ومفيش حد دريان بحاجه زي كده. المشكله ما بقتش سمعه الواحد المصريين عامه، دي المشكله بقت سمعه العرب كلهم. وحدث ولا حرج بالكلام كمان اللي هيتقال. طلعت واتهمت الاخت فوزيه ان دخلت لها على الخاص وبتقول لها تعالي وتخليكي تتكلمي مع عرب وي وي وي. ايا كان الكلام، اذا كنت اتفق معاكم او اختلف، اذا كانت الاخت فوزيه غلطانه او القناه التانيه غلطانه او ايا كان،
ما ينفعش نطلع ونفضح بعض، حتى لو احنا ما اتفقناش مع بعض، حتى لو كان في اختلاف في الاراء ما بيننا وما بين بعض، ما ينفعش ان انا اطلع وافضح الدنيا واقول دي قالت لي تعالي كلمي عرب، وتعالي كلمي سعوديين، وتعالي كلمي فلان وعلان. اكبر غلط يا جماعه، سب وقذف بطريقه غريبه. لا انا عمري هطلع اشتم فلانه اللي طلعت وشتمتني، عمري ما هطلع وارد عليها الشتيمه، ولا عايز هي تطلع وترد الشتيمه على حد تاني، ولا تشتمني ولا انا اشتمها ولا غيرها نشتم بعض. ما ينفعش. فين النقد في الاسلوب ده؟ ده احنا بقينا بنردح لبعض، بقت ردح، هي العمليه بقت ماشيه نظام ردح. بجد كانت حاجه غير متوقعه، يعني بجد اللي احنا بنشوف ده حاجات غير متوقعه. معقوله للدرجه دي الفقر والعوز واحتياجنا للمال خلانا نعمل كده؟ للاسف الشديد اقول للاسف الشديد اللي احنا فيه ده هو اللي وصلنا لكده. احتياجنا للمال، احتياجنا لكل حاجه خلانا نطلع وندبح في بعض، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما بقاش واحد فينا بيراعي ضميره في حاجه زي كده. وعلى فكره وللامانه، وانا حابب اقولها لكم، والله كان شيء متوقع اللي حصل مع الاخت فوزيه ده. كان شيء متوقع وكان لازم يحصل عليها هجوم، والا ما كانوا هيبقوا منفضين لها. كان لازم يحصل عليها هجوم، ودي حاجه متوقعه، وانا واحد من الناس كنت متوقعه ان يحصل عليها كده. انا لما طلعت اتكلمت على المغتربه بكل ادب وبكل احترام ومش عارف ايه، انت بتطبل، انت بتعمل، انت بتسوي، انت بتقول، انت رص بقى، اترصلي كلام قد كده. فامر طبيعي انه يطلع عليها كلام، ويطلع عليها شتيمه، ويطلع عليها سب، وكل اللي ممكن تتخيلوه. حاجه حابب ان انا الفت انتباهكم ليها، ودي يمكن كلكم اكيد الناس اللي يعني عقلها متنور شويه شافت الموضوع ده. ارتفاع بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، في مشاهدات مغتربه في فرنسا الفتره اللي فاتت. فيديوهات تدريجيا كده، وبسم الله ما شاء الله كله في ارتفاع، ودي حاجه كويسه. لان ناس كتير قوي من الناس اللي يعتبر قناه النهار طلعت واتكلمت عنها ما كانوش يعرفوا مغتربه في فرنسا، ابتدوا يخشوا، اللي ابتدى يشترك عندها واللي ابتدى يشاهد لها. ارتفاع بسم الله ما شاء الله. فارتفاع في المشاهدات، ارتفع في مشاهدات مغتربه في فرنسا، ودي حاجه احنا كلنا نفرح لها. ايه المشكله؟ صاحبه محتوى بتقدم محتوى، اذا كان صح او غلط، ناجح او كده، احنا بنطلع وبننتقد بما يرضي الله ونكتفي بحاجه زي كده. طبعا كتير هيطلع يقول لك انت بتطبل وانت بتعمل وانت بتسوي، دي خلاص تعودنا عليها بقى الكلمه دي، ما نتضايقش بقى. خلاص تعودنا ان احنا بنطبل، خلاص ما نتضايقش. طبعا حاجه كنت حابب ان انا اتكلم عنها مهمه جدا جدا. الله يرحمه الحاج عادل فتحي كان جه في فيديو، نزلت انا فيديو كنت بقول الرد على الاستاذ عادل فتحي على كلمه مفتري بوردو، يعني وليه كان بيقول عليها الكلمه دي. بعدها بفتره، بعدها بفيديو كده نزل هو نزل فيديو وكان قال لك ان في قناه ابتدت ترتفع، والقناه دي ابتدت ايه بقى، زي ما ارتفعت هتقع تاني. كانت عايزه توصل بس وقعت تاني، وبالفعل انا واحد من الناس انطبق عليا الكلمه دي. قناتي كانت زي ما قلت لكم قبل كده ابتدت تشتغل وابتدت تنزل فيديو، والفيديو يشتغل اول ما بينزل مره واحده راح الفيديو وقع، ودي حاجه انا ما بنكرهاش. وعرفت ان الكلام كان موجه ليا والكلام كان عليا، الله يرحمه، له ما له وعليه ما عليه، وخلاص الله يرحمه، احنا بندعي له بالرحمه، مفيش اي مشاكل في حاجه زي كده. فده بيدل ان صح كان في جروبات وكان في حاجات بتحصل. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. ده حاجه كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيها. فما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي لسه ما اشتركش يا جماعه يشترك، واللي لسه ما ادانيش لايك عشان الفيديو يوصل ويعلى يا ريت يديني اللايك الجميل. وانتظروني في فيديو في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.